وهي ماذا قالت؟ ابن حجر في الفتاوي الحديثية يروي، ابن حجر على تطرفه يروي يقول أن فاطمة جاءت بعد الأحداث بعد النبي، جلست عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذت قبضات من تراب القبر تشمها من شدة الشغف. يقول أنها ما تكتفي أنها تدنيها إلى أنفها، لا، الرواية تقول تدنيها إلى عينيها، ترفعها. الرواية هكذا تقول، كل الألفاظ فيها القصة تقول تدنيها إلى عينيها، وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان. خلص بعد، كافي بحث، مصيبة بعد، اخلع وقارك هنا، مأجور إن شاء الله. إلهي بالزهراء ارزقنا شفاعة الزهراء، فرج عنا عن مظلومين، عن شعبنا الملاحق المضطهد في كل مكان، شاف مرضانا بالزهراء عليه السلام يا الله. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوى عليا أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. يا بويا من غبت نكره وصيتك وما راحوا لشخصك بهل بيتك. يا ابو ابراهيم حاضر تمنيتك لما صارت على داري لما صارت ويجمعوا على الدار وقاموا يحرقون الباب بالنار. صعب هذا الشطر، استعد يا موالي. اين السادة؟ اين الغيارة؟ بويا قاموا يحرقون الباب بالنار. يابا اقول او ما اقول؟ يابا لبت بيها وجرح صدري البسمار البسمار وثدي ينعاب منه ونبع دم. يا أبك القلب حالي كسر عصرني العدو بويا شلون عصري. يا أبا كسر ضلع وصدرني شلون. أيوة فاطمة، أيوة سيدته. يا بكسر ضلع وسطرني شلون سطره بدا من النهار بعين ظلمه. لهذا قالت أبا الحسن إذا وضعتني على صخرة المغتسل لا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة. يقول بعض العلماء ورت بذلك، استعمل التورية، ورت بذلك لئلا يطلع الإمام على ضلعها المكشوف. الله أكبر. ايش أثرت المصيبة في أمير المؤمنين؟ إخواني، شيعة علي، أولاد علي، إمامكم علي اللي قلع باب خيبر، اللي اجتمع عليها قرابة 40 أو 70 فلم يستطيعوا تحريكها. مع ذلك يقول لبعض من حضر في البيت من بني هاشم، يقول له يا هذا أعني على حمل فاطمة. وفاطمة ما كانت بأبي وأمي ثقيلة الجثة. اسمع رواية الفقيه القاضي نعمان في دعائم الإسلام، يروي رواية عن الصادق عليه السلام يقول لما مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وجرى ما جرى على جدتي فاطمة، اسمع هذا يؤذي الغيور، يجرح قلب الغيور. يقول وجرى ما جرى عليها نحل جسمها حتى صارت كالخيال.
الله، وينك ابا الحسن؟ ما تقدر تشيل الخيال. مع ذلك لما وضعها، الله اكبر، ساعد الله قلبك سيدي. اليوم احد السادة قبل ما اصعد قال شيخنا شيء من الانين والحنين، اليوم يوم مصيبة، انين وحنين. عندك استعداد يا موالي؟ يا حيدر يا حيدر يا حيدر، عجب قلبك وصبرك، تشوف النذل يضرب الزهرة. يا تشوف النذل يضرب بالزهرة. مولاي ما بك عليها تجرى، والضلع هاي اسباب كسره. اي والضلع هاي اسباب يا بكسره. جاء بها وضعها على صخرة المغتسل. هنا الخطب الأفظع. الله أكبر. تقول أسماء وسلمى كنت ناوله الماء وهو يباشر التغسيل بينه وكذلك إذ قطع الغسل وجلس جانبا يبكي. تصور نفسك حاضر وتشوف هالمنظر هذا العين، يترك الغسل يقعد علي بصبره يبكي كما تبكي الذقل. الله أكبر. قلت له سيدي يا أبا الحسن ما الذي جرى؟ قال يا أسماء لا تلوميني، وأنت لا لوم عليك أيها الموالي، فلقد رأيت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسور. يصير ابو الحسن الصبر على اولاد ما ادري يدير فكره، يا عضلع ينحب وكسره. بعد اريد اليوم مرتين اروح الكربلاء، هذه اول طلعه، والطلعه الثانيه تجي ان شاء الله. رحمك الله ايها الشاعر. والقلب نار قلبي ما تطفيها الدموع، ولا يبرد هالنعي ودق الجموع صاير، ولا يبرد هالنعي ودق الجموع. بالمدينة ضلع وبكربلاء، بالمدينة ضلع وبكربلاء ضلوع. داست خيول الأمية عليا بعد قام أبي وأمي أكمل التغسيل، وقبل أن يعقد الأزار عليها صاح يا حسين يا حسين يا زينب يا أم كلثوم هلموا وتزودوا من وداع أمكم فاطمة. أقبلوا يهرعون، حسن عن يمينها يصيح أمه بحق جدي رسول الله كلمي. ايش كثر عمر الحسن تعرف؟ 7 سنين. الحسين روحي له الفداء 6 سنين عمره. زينب ايش كثر عمرها؟ 5 سنين. أم كلثوم 4 سنين. وش تصور الصورة هذه وعلي واقف. الله أكبر. أقبلوا حسنا يصيح أمه بحق جد رسول الله كلميني. حسين يصيح هنا هذا اللي يقطع القلب. اسمع أمه قطعتني يا قلبي. مولاي أبا عبد الله أنت قطعتني يا قلبي بما جرى عليك، لا يوم كيومك أبا عبد الله. كلميني. يقول أمير المؤمنين أنا كل ما أصل هنا أقول للموالين يا موالي خلي إيمانك قوي. يقول علي عليه السلام والعيش الذي عاشه رسول الله لقد رأيتها حنان. هنا بعد المن تدخر الصاحة والبكاء. لقد رأيتها حنت وأنت وفتحت بايا وحد
واحتضنت أولادها. رحم الله من نادى وفاطمة. أيوة مصيبتها يا يما بقينا من بعدك يتامى، يا يما اللي العقبك ما نام، يا يما الدهر صوبني بسهام، واشوفك قبال عيني طول شيلوح. قال عليه السلام فبينا كذلك وإذا بهاتف من السماء جبرائيل يصيح يا علي نحي الحسنين عن أمهما، فوالله لقد أبكى يا ملائكة الشمس. خلص بعد الوداع مولاتي فاطمة، روح الكربلاء بعد. مولاتي فاطمة سيدي أمير المؤمنين، أولاد الزهراء على صدرها ولم تتحمل الملائكة، حسين على صدر الزهراء ولم تتحمل الملائكة. إذا ماذا صنعت الملائكة يوم رقى شمر صدر الحسين؟ رحم الله من نادى وإماما. أيها سيدا يا خايب خلي اخويا حسين ساعة، يا خايب خلي اخويا حسين ساعة، اغمض له وامد للموت باعة، ما هو شمامة الحلوة طباعة، خلي براحة روح حسين تبرع. وجاءت